طبعا المره اللي فاتت وصلنا لغايه يوم اللي هو 37 وفصلنا بالميه وقلنا ان الدواء دوت هيتكرر كل 10 ايام لغايه يوم السموم دي على التغيير بكررها لحد يوم 67. طبعا النهارده هنقوله اليوم اللي هو 39 هننزل ورقه الغسول الكبدي بالمرشد. احنا طبعا صورناه قبل كده. صورناه واستعملناه قبل كده. برضه احنا هنصوروه تاني يا جماعه. هو بندي برضه 1 سم على لتر ميه. على لتر ميه بنديها لهم النهارده وخلصوها خلال 7 ساعات 8 ساعات 6 ساعات اقصى حاجه. يعني احنا بنحط اللي هو الغسول الكبدي دوت 6 ساعات اقصى حاجه. يعني 6 ساعات اقصاها 8 ساعات اقصى حاجه. طبعا احنا كل ما دوره البط بتطلع كل ما يكون الادويه بقت خفيفه. بالظبط كده. خلاص احنا كده البطايه بتبقى اتاسست واتمرنت واتاسست على التحصينات بتاعتها صح. تمام. بعد كده بيبقى الجرعه كل 10 ايام. جرعه يعني دي حاجات احترازيه مش اكتر. تمام. اي حاجه ضد مشكله ضد حاجه في العالم ضد حاجه في الجو الكلام ده كله. تمام. بندي الجرعه ديت لمده 6 ساعات ل 8 ساعات. من 6 ساعات ل 8 ساعات. بعد كده بنكمل بقيه اليوم واليوم اللي بعديه ميه بيضاء عليه. اليوم اللي بعديه ميه بيضاء. وطبعا ده بيتكرر كل 10 ايام. يعني احنا لو ابتدينا من اليوم 39 49 59 69 هنوصل لغايه يوم 69 كل 10 ايام بالظبط. مره كل 10 ايام يا جماعه مره الغسول الكبدي اللي هو استاذ محمد عارف بيقول عليه لغايه اليوم اللي هو 69. طبعا اليوم ال 40 اللي هو هنبتدي من يوم 39. اليوم ال 40 ده على طول اليوم ال 40 ميه بيضاء. وطبعا ما بين الفواصل وبعضيها كلها ميه بيضاء. بالظبط. بمراعاه ان احنا كل 10 ايام بندي للدواء دوت كده. احنا كده وصلنا لغايه اليوم اللي هو 69 واليوم في الادويه لحد اليوم ال 40 اللي فصلنا فيه الميه. طيب طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كده ان احنا قربنا نخلص دوره طبعا البط وكده. فاضل لنا ان شاء الله حلقه وهنقفل دوره البط وبعد كده هنقول لكم ارشادات خفيفه كده. وكان معكم احمد شويبس واستاذ محمد عارف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.